اهلا بكم في برنامج البرنامج. عاملين ايه؟ هلا والله منورين. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم برنامج تاتش مصري. النهارده معانا حد هنقدر نقول عليه حد مختلف شويه. الحد ده من وجهه نظري انا عنده ثقه في نفسه. لو الثقه في نفسه دي عندنا، انا ممكن انزل بالمايو في الشارع امشي بيه عادي جدا. معانا النهارده للاسف احمد خليل كوميدي. ازيك يا احمد؟ تن ماشي. طيب يلا قول لي بقى اسمك وانت منين وعندك كام سنه وخريج كليه كل ايه؟ التفاصيل دي تعرفها معاك حاصل في البرنامج. الاسم احمد حسن خليل، مشهورية الخليل كوميدي اصل الضحكه في مصر. السن 25، في الترجمه 25. سكن منصوره سيتي، المدينه المنصوره. تمام. خريج ايه بقى؟ كليه تجاره، جامعه المنصوره. عندك كام حلوه سنه؟ الحركه دي، لسه متعلمها جديد. Seriously? بجد؟ I was like سبحان الله يعني. Oh my god. انت فعلا بتفكر في حاجة زي كده؟ تمام. نكمل كلامنا. عمرو دياب. انا مش عايز اسخر منك، انت ليه بتحاول بقى تخليني اسخر منك؟ انا مش عايز اعمل ده، فما تساعدنيش ان انا اعمل ده. احمد، اللي انت بتقدمه للناس تمام؟ ده بالنسبه لك بيصنف اللي انت بتقدمه للناس، انت شايفه حاجه هادفه ولا حاجه كوميديه ولا حاجه بتخنق بيها على الناس؟ هو ليس من الضروري ان يعني اقدم للمشاهد حاجه كوميديه، بل انا ممكن بقدم له تمثيليه، اكنه بيتفرج على تمثيليه او مسلسل. مش لازم ايه المسلسل في اللي انت بتعمله؟ مش فاهم. المسلسل الحبكه الدراميه. ايه الدراما في اللي انت بتعمله؟ الدراما انا ساعات يعني الخليل كوميدي ساعات بيعمل دراما ساعات بيعمل اكشن. طبعا احنا بنقدم فن وفن هادف، لكن ده هوايه. موضوع هادف ده بس لا. انا عايز اعرف بس ايه دي هوايه زي هوايه الرسم، زي هوايه المزيكا، زي اي هوايه. هي ايه بقى الهوايه اللي عندك بالظبط؟ اللي انا بحب اضحك الناس. الناس بتضحك؟ ده هم بقى، ده مشكلتهم هم مش مشكلتك. عبت احنا يا عصام، عبت احنا. انت بتاخد ايه من ورا اللي انت بتعمله ده؟ انا بعمل اول حاجه، انا بقدم فن، والكلام بقى اللي انت عارفه ده فن وفن هادف بقى والحوارات دي. هادف؟ طبعا. ايه الهادف اللي انت بتقدمه؟ الهادف اللي انا بقدم للناس تنميه بشريه، واللي يكون عندهم تنميه ايه يا بابا؟ ايه الحاجه الهادفه او ايه الدافع اصلا انك تطلع قدام كاميرا وانت بتاخد دش؟ الفيديو ده حقق اعلى مبيعات برضه واعلى مبيعات. تمام. الفيديو ده كان بين ايام وقت الحرب. تمام. احييك على الاعداد الجامد اللي قالك المعلومه ديت. قول لي ايه الدافع على طول. تمام. اوكي. الحلقه ديت نزلناها في عز الحر، وفي عز الصيف، وفي عز المصيف كمان. تن احمد بجد والله، هو انت ليه بتعمل كده؟ انا حابب اخش في المود ده. انا كده، هو جمهوري حابيني كده، فانا بكمل المسيره على كده. انا بقدم شيء هو مش عاجبك ما تخشش تتفرج. انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ سؤال طبعا. قول لي شايف نفسك فين او هتعمل ايه بعد 5 سنين؟ برافو عليك، السؤال ده احييك عليه جدا. اللي انا انت حضرتك نفسك تكون ايه بعد 5 سنين؟ برافو عليك، السؤال ده سؤال يعني اشكرك عليه. مش فاهم طبعا. انا حابب اقول كده انا مش فاهم يعني اقرا لك موعظتين. طيب اهدى بالله عليك، اهدى قول هديت. طب ايوه اهدى وقول الهديت. انت قول لي بقى احمد بالراحه. اتفضل يا فندم. انت قول لي يا استاذ احمد، بعد 5 سنين شايف إيه؟ نفسك ايه؟ قول لي يا احمد شايف نفسك ايه بعد 5 سنين؟ السؤال ده سؤال جميل واحييك عليه. لان انا يا عم بقى لازم بحب اقولها يا عم. شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ تمام. هايل، برافو عليك، السؤال ده احييك عليه جدا وحابه جدا اللي انت قايل المعلومه دي. يا فندم، يا اختي كملي عيد امك. جاوب على ام السؤال، جاوب على ام السؤال. طب هقفل ونقوم نمشي. طيب يا احمد ايه مواصفات فتاة احلامك؟ مش لازم تكون اهلا بكم في برنامج البرنامج. عاملين ايه؟ انكح الفتاه لدينها. هلا والله منورين. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج